5 قرارات عاجلة في الأهلي. مهمة جديدة لبيبو وظهور مختار. أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارات عاجلة في إطار ترتيب الأمور داخل فريق الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين مختار رئيسا للجنة التخطيط خلفا لمحسن صالح. كما قرر المجلس ضم الكابتن محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كل من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة والكابتن زكريا ناصف. قررت لجنة التخطيط قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، ووجهت الشكر والتقدير لبيبو عن جهده الواضح منذ توليه المسؤولية. وافق النادي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه. وافقت لجنة التخطيط على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، ووجهت إليه الشكر. قررت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق.